اجيو تصوبوا معايا طبله ديال الفطور بعجينه وحده. غادي نصوبوا جوج الانواع ديال المملحات مختلفين تماما شكلا ومذاقا، كيجيو رائعين واقتصاديين كيف ما عودتكم في وصفات مع شيماء. وغادي نحضر معاكم ميني كيك بواحد الكريمه ديال الشوكولا فعلا كتجي رائعه، 21 قطعه. الا كانوا عندك الضياف هذه هي اللي تنفعك. وغنحضر معكم حتى تحليه حتى هي كتجي كريميه رائعه واقتصاديه. ما تنساوش تجيموا البارطاج وتشاركوا الوصفه مع العائله. غادي نبداو على بركه الله بميني كيك بكريمه ديال الشوكولا. غادي نحتاجوا فيها جوج ديال البيضات. الا بغيتوا تقسموا المقادير قسموهم، هاد المقادير راه كيعطيونا 21 قطعه. جوج ديال البيضات بحراره المطبخ ويكونوا كبار، كاس مع مرش ديال السكر، ساشي ديال الفاني. بالنسبه للكاس راه كنعبروا بالكاس الكبير. غادي نطحنوا كلشي المكونات مزيان، تقدر تستعمل الطراب اليدوي. المهم خصنا نحصلوا على خليط يكون ابيض. من بعد غادي نضيفوا كاس مع مرش ديال الحليب، وكاس مع مرش ديال الزيت، جوج خمارات حمرين من وزن يعني 8 غرام يعني 16 غرام في المجموع. كنسربي هكا باش نعطيكم جميع الوصفات كاملين في فيديو واحد. وشويه ديال الملحه، معلقه ديال الخل. هذا الخل كيتفاعل لينا مع الخميره، كيعطي واحد الفوليوم، واحد الانتفاخ الكيك ديالكم كيجي رائع وكيجي هشيش. نفس العبار ديال السكر وديال الزيت وديال الحليب هو نفس العبار ديال الدقيق. غنديروا جوج كيسان ونص. ومن بعد الخليط راه كيكون شويه ثقيل على الكيك. كنجيبوا المول العجيب ديالنا هادو الصغيورين الفرديين، وغادي نديروا فيهم شويه ديال الزبده، دهنوهم بالزبده او الزيت ورشوهم بالدقيق، وديروا جوج ديال المعالق في كل قالب. دخلوهم الفران العافيه من التحت كيف بحال الكيك حتى يتنتفخوا. عاد تحمروهم من الفوق. بالنسبه للكريمه السيترو ديال الحليب 4 معالق ديال السكر، معلقه ديال كبيره ديال النشا، جوج معالق ديال الكاكاو مر، وجوج معالق كبار ديال كريم باتيسري ديال الشوكولا. ما عندكش ديري 3 المعالق كبار ديال النشا صافي والكاكاو. ومن بعد عمروهم وخليهم حتى يبردوا. يعني من بعد ما كتخرجي الكيك ديالك خليه حتى يبرد، وعاد صوبي الكريمه. ومن بعد خليهم حتى يبردوا وزينيهم بالكراميل. الا بغيتو وصفه ديال الكراميل خليوها ليا في لي كومونتير. في واحد لوبو نص كيلو ديال الدقيق الابيض، بيضه وحده، 4 المعالق ديال الزيت، معلقه ديال السكر، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الخميره. خلطي المكونات وعجني بالماء يكون دافي. العجينه كتكون خفيفه، خليها حتى تختمر. وهذه هي العجينه ديالنا. من بعد غادي نحضروا منها هاد المملحه الاولى، نقسمها على جوج. المملحه الاولى غادي ديروا هكا كويرات يكونوا متساويين، ومن بعد غادي نحطوهم في واحد اللاطه تكون مدهونه بالزيت، اولا ديروا بابي كويسون حيت العجينه راها خفيفه. من بعد غادي دهنوها بصفار البيض مع شويه ديال الخل، وغادي ترشوهم بالزنجلان. غتدخلوهم الفرن تجيهم العافيه من التحت حتى يعني ينتفخوا ويخمروا. عاد حمروهم من الفوق. ومن بعد هذا هو الشكل ديالهم، راه كيجيو خفاف هشاش رائعين. بالنسبه الحشوه الاولى غادي نحتاجوا البطاطا تكون مسلوقه، غادي نمعسوها هكا. غادي نضيف ليها البصله تكون مشلضه رقيقه، المعدنوس والقزبور، الكفته والتوابل. الا بغيتوا الوصفه بالتفصيل غنخليها لكم في صندوق الوصف. يعني كل وصفه من هذه الوصفات واخا كنسربي باش نعطيكم وصفه كاملين غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف. ومن بعد غادي نديروهم هكا دائرين ونخليهم في الثلاجه تيشدوا راسهم، وغادي نحطهم في اللاطه ونطيبوهم. يعني كتجي واحد الكفته اقتصاديه يستحيل تقولي راه فيها البطاطا. صافي من بعد غادي نجيبو داك البرجر ديالنا، خبز البرجر، وغادي ندهنوه بالصلصه ديال المايونيز. الا بغيتوها حتى هي راه نخليها لكم في صندوق الوصف. المهم الوصفات بالتفصيل راه غنخليهم لكم يعني في التعاليق لتحت، ولا خليو لي تعليق ديالكم الا نسيت ما حطيتهمش. بالنسبه للحشوه الثانيه غادي نحتاجو هنايا الجزر محكوك، القرعه محكوكه، بصله خضاريه، والزيتون، توابل التحميره ولا البابريكا، الملحه، الخرقوم، الزعتر، والضامه ديال الدجاج. وغادي نضيفو الزيت. غادي تشحروا كلشي في هاد المقيله هذه، شحروه حتى ينزل مزيان. انا تقاسمت معكم هاد الحشوه الاقتصاديه. تقدروا نتوما تزيدوا الدجاج، تقدروا تزيدوا الكفته، تقدروا تزيدوا الطون، تقدروا تضيفوا الشعريه الصينيه. المهم هذه راها اقتصاديه. فلافل، المهم ما كانوش عندي انا ديك الساعه الفلفله، نتوما ضيفوها. صافي العجينه من بعد ما كترتاح وكتختمر كنسرحوها بالزيت وكنقطعوها، كنسرحوها كامله هكا على شكل مستطيل. كديروا الحشوه كتضيفوا اللي بغيتو، الزيتون، الفرomاج اللي بغيتو نتوما ضيفوه. وصافي من بعد انا هنا ضفت غير الزيتون كحل وفرomاج والشعريه الصينيه خلاص. صافي من بعد غادي تلويهم بهذه الطريقه هذه، راها ساهله بزاف. وغديرهم في واحد اللاطه
كالعاده غادي دهنوهم بشويه ديال البيض يكون مخلط مع يعني مع شويه ديال الخل، تقدروا تضيفوا حتى القهوه سريعه الذوبان، ديروا غير الصفار ديال البيض باش يعطيكم هذاك اللون الذهبي. وبطريقه ديال الطياب قلت لكم خاص تخليوه حتى يخمر، وعاد دخلوه الفران يكون ديال الغاز اولا ديال الضو. المهم خاصها تكون العافيه تكون مهيله من التحت، جهه من التحت حتى ينتفخوا، وعاد حمروهم من الفوق. والوصفات ديالي راه غتشوفوهم في يعني في اخر الفيديو كيفاش تجاو. في واحد الكاسرون غادي نديرو 3 المعالق كبار ديال النشا ولا 2 معالق ديال الدقيق. المهم النشا كيجي خفيف، تقدري ديري نتي 2 معالق ديال الدقيق الا ما عندكش نشا. غادي نضيفو نص لتر ديال الحليب تدريجيا هكا باش ما كيتكتلش لينا داك النشا حتى كيتخلط كامل. وغادي نضيفو 3 المعالق كبار ديال السكر وساشي ديال الفاني. غنخلطوا المكونات على البارد حتى ينسجموا، وغادي نحطوهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى نحصلوا على كريمه. غناخذوا كؤوس ديال التقديم اللي غندير فيهم هاد التحليه هادي. غادي نجيب الدوره، غادي ندور الفريز هكا يكون رقيق باش يلصق لينا في الكؤوس، يعني خصو يكون رقيق. انا غنكمل بنفس العمليه حتى نسالي الكؤوس ديالي كاملين. وبالنسبه للكريمه راه كتجيب بهذا الشكل هذا، يعني كتكون خفيفه ما خفيفاش وفي نفس الوقت ما عاقداش بزاف. غناخذوا واحد الملعقه وغادي نصبوا الخليط ديالنا شويه بشويه هكا باش ما كيتوسخوش لينا الكيسان. يعني ضروري كيكون شويه ولكن ماشي مشكل، راه من بعد غادي نمسحوهم باش يجي هكا مفيني. وصافي راه انا كنوريكم ضروري خاصكم تمسحوهم. صافي من بعد غادي نحتاجو بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج فيها واحد الفلون ديال الفراوله. يعني فلون ديال الفراوله عادي تقدروا تاخذوا هذا، تقدروا تاخذوا هذاك ديال الشينوا اللي ما فيهش المذاق ماشي مشكل، غير هذا ديال الفراوله كيعطي المذاق وصافي. غادي نحتاج فلون ديال الفراوله، معلقه ديال النشا، وجوج كيسان ديال عصير البرتقال مع الفراوله. يعني هنا طحنت الفراوله مع العصير ديال البرتقال. صافي غادي نخلط هاد المكونات وضروري غنضيف الكاس الثاني، غير انا كنفضل هكا باش يذوب لينا النشا عاد كنضيفو. وغنحطوهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كنحصلوا على الكريمه بحال هكا يعني بحال الاولى. وغادي ناخذ الكؤوس من بعد ما خرجته من الثلاجه وبردوا وشدت ليا الطبقه الاولى راسها مزيان. صافي غنبداو نكبوا الطبقه الثانيه شويه بشويه حتى كنعمرهم وكيجيو كاملين مستويين. كيف ما كتشوفوا هاد المقادير عطاني 6 ديال الكيسان كبار، هادو راه كيسان كبار. غنخليهم في الثلاجه حتى يبردوا مزيان. وبالنسبه للتزيين غادي نقترح عليكم هاد التزيين اللي كيجي ساهل وبسيط. كنلقى لي كومونتير بزاف، فنتمنى تتابعوا قناه وصفات مع شيماء، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، تيك توك. نتمنى تتابعوا القناه. وبالنسبه الوصفات ديالي هادو هما الوصفات اللي حضرت معكم اليوم. ميني كيك اللي كيجي رائع وخفيف وهشيش ونتمنى تجربوه. ما تنساوش تتابعوا قناه وصفات مع شيماء وتخليو لي في التعاليق كي جاتكم هاد الوصفه، واش من وصفه عجباتكم. بالنسبه للبرجر اللي اقتصادي وحضرته معكم بواحد الحشوه اولا بهاد الكفته هذه، يستحيل تقولي راه فيها البطاطا، كيجي حتى هو رائع وزوين بزاف بزاف، كيعطي كميه كبيره كيف ما شفتوا. المملحات الاقتصاديين بالحشوه المالحه حتى هي كتجي رائعه، وفي دقه واحده صوبنا هاد الكميه كامله. شوفوا كيفاش كيجيو هشاش فعلا، راه رائعين. ديروا العجينه كيف ما وصفت لكم، ما فيهاش لا حليب ولا زبده. شوفوا كيفاش كيجيو خاويين من الداخل ما شاء الله. وبالنسبه للتحليه فهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي كريميه ومنعشه وخفيفه في المذاق. شوفوا كيفاش الطبقات شادين راسهم، رائعه. نتمنى تجربوها. نتمنى يعجبكم الوصفات ديال اليوم، وتخليو لي في لي كومونتير واش نبقى ندير معكم وصفات هكا. شكرا على المتابعه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ليا لايك. كانت معكم شيماء من قناه وصفات مع شيماء. شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم. مع السلامه، نتلاقاو